السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل متابعين. انا النهارده جايبه لكم جولتي في حاره المزين. الفتره الاخيره دي ما شاء الله في اطفال في عمر معين كده من سن بنتي مهتمين جدا بان هم يعملوا اكسسوارات لنفسهم ومهتمين بشغل الخرز. فبنتي انا كنت نزلت جبت لها من مكان هنا جنبينا كذا مره كده الخيوط والخرز، حاجات كده على القد. يعني انا كنت فاكره ان الموضوع بالنسبه لها هيبقى صغير، فاتفاجئت لقيت الموضوع بيكبر معاها، وان هي سمعت على النت عن حاره المزين وصممت ان احنا نروح حاره المزين. وبالفعل خدتها معايا جوله ونزلنا لفينا. بصراحه لقينا هناك، بصراحه انا انبهرت، ما كنتش متوقعه كده ابدا. اسعار حلوه جدا. في فرق كبير جدا في الاسعار، ما بين المكان اللي انا كنت بجيب منه عندي في الهرم وما بين حاره المزين. ومش بس فرق في الاسعار، لا ده كمان في حاره المزين تنوع كبير جدا في الاشكال، اشكال الخرز، اشكال الدلايات، السلاسل. لقيت هناك يعني اذواق مختلفه جدا، حاجات كتيره قوي قوي قوي. والله فعلا بجد انا بقيت محتاره، والبنت بقت محتاره تجيب ايه وتسيب ايه. وبصراحه الاسعار عجبتنا جدا. احنا هنا كده من اول ما دخلنا حاره المزين، الصورة دي على اول الشارع على ايدك اليمين. احب اقول لكم بس حاره الميزان احنا بنروحها ازاي. انا ركبت من رمسيس حاجه رايحه عند جامع البنات، ونزلت عند جامع البنات، عديت الناحيه التانية وسالت فين حاره المزين، فكانوا بيشاوروا لي عليها. دخلت بقى، عايزه اقول لكم خدت الشارع من اوله. ما شاء الله كميه من الاشكال والاذواق في الخرز والدلايات والسلاسل. حاجه كده مش عايزه اقول لكم، يعني فعلا وهم، انا ما كنتش متخيلها كده ابدا. عندنا في المكان اللي انا كنت بجيب منه كان اشكال تقليديه. لما نزلت حاره المزين لقيت بنتي ما شاء الله جابت حاجات جديده، وبدات تبتكر وتبدع في الشغل بتاعها، وتطلع اذواق جديده وتطلع حاجات جديده. يعني بنتي ما كانتش اشتغلت حلقان، لما روحنا هناك وجابت ادوات من هناك لقيتها ما شاء الله اشتغلت حلقان بابداع. مش مجرد ان هي اشتغلت حلقان بطريقه عاديه، لا مش حاجه تقليديه. بنتي ابدعت. انا ما كنتش متخيله ابدا ان هي لما تنزل تجيب من هناك هتقدر ان هي تجيب حاجات تبدع بيها الابداع اللي انا شفته ده. لدرجه بصراحه يعني لما حد بيشوف الحاجات دي بيفتكرها ان هي حاجات جاهزه، ما حدش بيصدق ان بنتي اللي اشتغلتها. ولقيت ما شاء الله، يعني ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك، ناس كتيره جدا عايزين ياخدوا حاجتها وبيطلبوا المنتجات بتاعتها اللي هي اشتغلتها. هي كانت في الاول شغاله الموضوع على ان هو ايه، يعني حاجه ليها. لما لقيت ان الموضوع كبر معاها واستهواها والناس بتطلب حاجتها، قالت بس بقى خلاص ده كده بقى مشروعي. وفعلا مش عايزه اقول لكم جابت كميه خامات وادوات كتيره قوي. ربنا يبارك لها فيهم ويوفقها، ويبقى المشروع بتاعها مشروع العمر اللي هي بتحلم بيه تكبره. وباذن الله ان شاء الله هبقى انزل لكم الشغل بتاعها، عشان لو حد حابب ان هو يتعلم او اولاده يتعلموا وياخدوا افكار من الافكار اللي هي عملتها، ويبقى مشروع ليكم انتوا كمان حلو. بصوا هنا الفروع في حاره المزين، بصوا كل ده في حاره المزين. اي فرع هنا ب 15. كميه مش طبيعيه من الاذواق، ما شاء الله ما شاء الله. هي بصراحه يعني بتفهم اكتر مني في شغل الخيوط. واحده نجيب 15. انا ما عنديش علم بيه قوي، بس هي عارفه الخامات، عارفه انواع الخيوط وعارفه انواع الخرز. لقينا هناك شغلها بقى وعملت منه يعني حاجات. هي ما شاء الله يعني الموضوع علشان خاطر استهواها ولقت نفسها فيه، فبقت فاهمه ما شاء الله في كل انواع الخرز، وفاهمه في انواع الخيوط، وفاهمه لما بتروح تطلب هي بتطلب ايه وهتعمل بيه ايه. فما شاء الله يعني الموضوع خد منها حيز كبير قوي.
بتعمل ما شاء الله، بتركب الالوان على بعضها بشكل جميل جدا. بصوا ده الحجر ده بيعمل شغل حلو قوي في الكوليهات والسلاسل، وبيدي شكل جميل جدا. هنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. يا ريت لو عجبكم واستفدتوا منه يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد، واشوفكم على خير يا احلى واجمل متابعين.